السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا طول شهر رمضان وبعد رمضان يا رب دايما بخير ان شاء الله، وكلكم طيبين بإذن الله. النهاردة ان شاء الله يوم جديد مع الكتاكيت البلدي بتاعتنا. طبعا هم اللي كانوا موجودين عندي، انا ما عرفتش اجيب النهارده لان طبعا الراجل قال لي بتاع المعمل، يعني اللي هو بيبيع في المعمل، قال لي ما ينفعش دلوقتي، وهبقى افهمكم قال لي ما ينفعش ليه. فهنا زي ما انتم شايفين كده، طبعا انا نضفت لهم مكانهم وفرشت شوال نظيف، ودلوقتي انا هحضر لهم الاكل بتاعهم. هنروح نحضر الاكل مع بعض، وعايزه اعودهم ان هم النهارده هيبقى الاكل مختلف شويه، لان عايزه اعودهم بقى ان هم خلاص بقى انا ممكن 5-6 ايام وابدا اطلعهم على الفراخ الكبيره ويبقوا في وسطهم بياكلوا ويشربوا معاهم. فعايزه اعودهم على اكلهم بحيث ان هم يقدروا ياكلوا الاكل، ما بقاش انا معوداهم على العلف والخلطات بس، وهم يبقوا مع البلد التانيين ما يعرفوش ياكلوا. فالنهارده تبقى الاكل معانا مختلف. النهارده هنشوف هنحط لهم ايه، وهم زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله مريشين، ويعني ما شاء الله حجمهم كويس، يعني على تقريبا هم كده ممكن نقول بقى لهم حوالي 12-13 يوم، فكمان اسبوع يعني ممكن يكملوا 20 يوم، وابدا اخليهم مع الكتاكيت البيضاء البلدي الكبيره، لان هم مع البلدي الكبيره هياكلوا معاهم ويشربوا معاهم، فهتلاقيهم كبروا بسرعه، عشان نعرف نجيب كتاكيت تانية صغيره نبدا معاها من اول وجديد. فهنا انا هحط لهم دلوقتي الاكل، ومع بعض هنشوف احنا هنحط لهم ايه في الاكل بقى مع بعض. العلف بتاعهم والاكل بتاع الكتاكيت. بصوا انا عملت ايه النهارده. هنا دوت علف، وديت هنا رده، وهنا ده شويه رز باقيين، وهنا قطايه قطعتها، وهنا دوت رغيف عيش مبلول. انا عملت لهم الخلطه دي لان انا عايزه ااهلهم بقى ان هم ياكلوا بواقي البيت عشان اطلعهم مع الفراخ التانية البلدي، عشان عايزه النهارده رحت طبعا عشان اجيب كتاكيت تانية بلدي وكنت احطهم معاهم. ففي المعمل طبعا عشان عارفيني وكده قال لي لا بلاش، لما تطلعي دول تاخدي جديد، لان كده انت هتاخديهم الصغيرين هيموتوا منك. ممكن يبقى مقبول انك انت تربيهم مع بعض لو بقالهم 3-4 ايام مع بعض، الفرق بينهم مش كبير، لكن اللي معاكي ريشوا وهتاخدي الصغيرين تحطيهم معاهم، فكده غلط، كده مش هيطلعوا معاكي وهيموتوا، وتقولي ايه الكتاكيت بتاعتك وحشه. فانت استني لما دول تاكليهم كويس وتطلعيهم مع الكبار، وابداي هاتي الصغيرين. فانا فعلا سمعت كلام وهعمل كده. فانا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده انا جبت لهم وحطيت لهم يعني شويه رز كده على الخلطه اللي انا عملتها دي، وبصوا الخلطه مفروله وحلوه ازاي، يعني مش معجنه ولا حاجه. طبعا دي كتير عليهم، انا هقسمها لهم نصين دلوقتي، نص دلوقتي ونص احطه لهم بالليل ان شاء الله ياكلوا فيه طول الليل. فطبعا انا هخليني مع الكتاكيت ديت دلوقتي لحد ما ان شاء الله اخليهم مع الكبار البلدي الكبار، وبعد كده اجيب مكانهم كتاكيت يا اما ساسو يا اما بلدي وساسو مع بعض، المهم يبقوا كلهم اعمار واحده. فدوت الاكل بتاعهم النهارده. وكل يوم بقى نحاول نخلط لهم حاجه كده عشان يتعودوا على الاكل اللي هو الخلطه بتاعه البيت. طبعا انا ما استغنيتش عن العلف، ما ينفعش استغنى عن العلف مره واحده كده. انا لازم بحط حتى الكبار بحط لهم برضو علف، ولكن بنسبه قليله. برضو هنا حطيت لهم مش بنسبه قليله قوي، فمش هينفع ان انا امنع العلف مره واحده. بالتدريج كده ان انا هبدا اقلله شويه، ومش همنعه خالص، علشان طبعا هو العلف طبعا افيد بكتير من كل الحاجات اللي احنا بنحطها دي. لما نيجي للصراحه يعني هو العلف افيد بكل ده، وهو اللي بيطلع بالوزن معايا. بس طبعا نتيجه لان هو غالي احنا بندور على حاجات بدايل ان هي تغنينا شويه عن العلف، لكن مش هنستغنى عنه خالص. فدلوقتي انا هقسم الاكل نصين وهودي لهم النص بتاعهم. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله بياكلوا. طبعا هم جعانين، فانا لازم اجوعهم. كل ما بتجوعيهم بتشوفي ما شاء الله المنظر ده، ان هم بيخطفوا الاكل من بعض وبياكلوا وبيريشوا بسرعه وبيكبروا بسرعه. لكن من طول ما الاكل قدامهم ليل ونهار ليل ونهار، الاكل قدامهم على طول، ما بيشيلوش حتى ولو ساعه او ساعتين في اليوم، بياكلوا خلاص، والاكل بينزل في الفضلات، فهم بياكلوا ازيد من طاقتهم، والباقي طبعا ما بيستفدش بيه جسمهم. لكن لما تجوعي تبقى معدتهم فاضيه ياكلوا الاكل يهضموه، يجوعوا تاني ياكلوا. لكن لما يبقى اكل على اكل على اكل عمرك ما تلاقيهم كبروا. قليل بقى اما تلاقيهم كبروا. بصي بسم الله ما شاء الله بياكلوا بطريقه يعني ما شاء الله تفرح يعني. هنسيبهم بقى ياكلوا، وهنروح نجيب الميه بتاعتهم ونشوف هنحط ايه بقى النهارده ان شاء الله في الميه.
هنا ما شاء الله هم كده بياكلوا، وانا جاي عشان احط لهم الميه بتاعتهم اهي. وشوفوا بقى هنحط على الميه الفيتامين دوت اللي الناس سالتني عليه وقالت لي اسمه ايه وجايباه منين. بصوا انا جايباه من هو AD3E. دي مجموعه فيتامينات. فهو انا جايباه من عند من المعمل نفسه اللي بيبيع الطيور ديت اهوت. والازازه دي ب10 جنيه. وممكن تشوفيه عند البيطري، لو في صيدليه بيطريه جنبك او كده ممكن تسالي الدكتور وهو يجيبهولك، او ممكن من المكان اللي بيبيع الفراخ الكتاكيت نفسه. الازازه دي ب10 جنيه. دي مجموعه فيتامينات. بحط منها طبعا على الميه ومش على طول علشان طبعا كتر الفيتامينات هتتعب الكبد بتاع الفراخ، فانا مش هحط منها كتير. انا مثلا كل كام يوم بحط مثلا نص غطا هنا ونص غطا، يعني بحط نص الغطا على المسقتين الصغيرين دولت. لان انا ما بحطش منه كتير. انا عارفه الفيتامينات بتتعب الكبد، ولما بتيجي تذبحي الفرخه او الحاجه بتلاقي الكبد بتاعها شكله متغير او كبير زياده عن الحجم الطبيعي. فطبعا احنا بنربي حاجه صحيه لينا ولاولادنا، فانا مش هي فيتامينات فانا هكتر منها كتير. لا هو احنا هنحط يا دوبك على قد الطلب، لان احنا كده احنا بنحط حاجات تانية بتقوي المناعه، فانا مش محتاجه الفيتامين قوي. ولكن انا يعني كل كام يوم كده بحط لهم حاجات بسيطه منه. فانا هامله المسق دلوقتي. يعني هي مش حاجه حلوه ان انت تفضلي تستعملي على طول فيتامين، لا هو مش هيكبرهم معاكي. كده احنا بنحط خلطات وحاجات وبنجر وبنحط اعشاب وبنحط حاجات تانية بترفع المناعه وبتدي فيتامينات. فهنا انا بحط اهو الغطا طبعا ده كتير، انا هاخد نص ربع بس كده. بصوا الغطا حبه قليله فيه، بحط هنا كده شويه وهنا شويه، ممكن احط شويه تاني صغيرين. هو مالي الغطا ده على 2 لتر ميه، لان انا ما بحطوش كله، ما بحطش كتير، فانا مش هامله 2 لتر ميه واحط عليهم الفيتامين ده اهو الناس اللي سالتني عليه. وطبعا هو ممكن مش شرط شكل الازازه نفسه، في ممكن بيختلف، في ممكن بيضيف بواكي في باكو كده اللي هو بيتقص بالمقص وبيتفتح، وفي ممكن الازازه تبقى مختلفه، بس هو تقري اللي عليه هتلاقي ان هو مجموعه فيتامينات مش اكتر من كده. طبعا بزود بيها بحطها في الميه، وممكن لو عايزه تحطي منها معلقه على الاكل، بس هي يفضل في الميه عشان تبقى مفعولها اقوى واسرع. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واتمنى انتم متنسوش في اللايك والاشتراك، ويا رب تكون فيديوهاتي حلوه وخفيفه وبتعجبكم. وكل سنه وانتم طيبين، واترككم في رعايه الله. مع السلامه.